والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اليوم يجتمع عصابة الحكام لتخرج تشريعا وما هو بتشريع بمنع هذا اللقاء المستمر منذ اجتياح جنين. هذا اجتماع هو اجتياح جنين. من يوم اجتياح جنين نأتي هنا كل اسبوع عقد صلاة الجمعة من سنة 2002 لنقول ما هي هموم الامة وما هو شرع الله عز وجل في هؤلاء المعتدين وفي هؤلاء الحكام الذين يقبلون شرع جورج بوش ويرفضون شرع الله عز وجل، وبيقولوا علينا احنا بنعمل مظاهرات ومن العباد دور العبادة بنفقدها احترامها. والله لا افقد العبادة احترامها الا هؤلاء الحكام الذين لا يسجدون الا لجورج بوش، ونحن سنستمر. اقول لهم يوم تصدروا هذا القانون سآتي الى هنا واشهدوا علي، ولو كان الحكم بالاعدام سآتي هنا اقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا بديل لشرع الله، لا بديل لشرع الله، يسقط الامين مبارك، يسقط الامين مبارك، عاشت امتنا العربية، عاشت امتنا العربية، عاشت امتنا العربية. اقول هذا يوم صدور الحكم، ولو كنت وحدي سآتي هنا كلنا معك افتحوا الزنازين. انتوا فاكرين ان احنا عايشين عيشة حلوة برا الزنازين؟ والله نحن احياء في الزنازين واموات في هذه الدنيا، واقسم بالله العظيم احياء. قناة الابصار، لو هذا قول الله عز وجل انا لا اقول شعرا، انا اقول شعرا، انا اقول شعرا، انا اقول شعرا، انا اقول قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، بل احياء ولكن لا تشعرون يا منافقين، ولكن لا تشعرون يا جبناء الذين تخشون الذين تخشون الذين تخشون الجهاد، ولكن لا تشعرون. هم احياء ونحن اموات. لسه بنروح عشان ندفع لبتاع الفول جنيه وناخد كام حبة فول. والله غزة اشرف مننا اللي بيركبوا الحمير النهاردة. احنا مش بنتكلم وهمي، ده اغلى من العربية. اللي عنده حمار بيخبيه دلوقتي اغلى من الشوفروليه، مش 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 بهزر. هذا معقول؟ انا امنع واحد على بعد دقيقة واحدة من بيته في رفح المصرية، لو ماشي ربع ساعة يوصل لبيته، انا امنعه واموته هنا في مصر، وزوجته هناك وولاده هناك، والعيد جاي كانوا هيكسروا الابواب. الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاحنا في سجن كبير، اللي بيقاوم هو الحي، حي في الدنيا والاخره، حي عزيز وعنده عزة، ولكن انا عشان شوية الفول اللي كان يوكلوا العيال وين بقتل. يا خالد يا ابن الوليد، 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 كلنا هنا شهيد، كلنا هنا شهيد. الرغيف بقى ب50 قرش في بعض الاحيان، وبقى بربع جنيه، بقى هو قد ابو شيلن، وبتاع الشيلن ده عايز نظارة بقى وميكروسكوب عشان تطلع المسامير والصواميل كمان. فده العيش السليع مش كمان خبز على قد ايه انت بناخد عيش بمساميره، بناخد عيش بقش، بناخد عيش بقش، بناخد عيش بقش، بناخد عيش بقش وترابه وزلطه، لاننا لا نؤمن بالله حقا وصدقا. هو ربنا قال كده ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ما قالش يعني سهلة، يعني ما هو في كل الاديان بتصلي، لكن احنا بنفرق عنهم بايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بعد كده. احنا عايشين في ظل وعايزين يمنعونا من الكلام في حضرة بيت الله، لن يكون لو لقينا جهاد. لكن هذا الخطيب العظيم وما بيقولش اي حاجة عليه، ما بيكبش عليه، ما بيكبش عليه، ما بيكبش عليه، ما بيكبش.
وهو احسن من شيخ الازهر 1000 مرة وربنا يخليه لنا، لكن ما بيطبقش كلامه الجميل على الواقع، والا مستني مرة مش هتيجي تلاقيه، وهتلاقي مخبر هو اللي بيقول البتاع. ما هو لما بالكرة بيسوم ورقة يقروا منها، يسوم ورقة يقروا خطوة منها، فايدهم خطوة منها، فايدهم خطوة منها، فايدهم خطوة منها. فاذا انتهى، فانا لا اطعن هذا الخطيب ولا اتعلم منه، ولكن على المنبر انتوا مش قلتوا في مجمع بحوث الازهر، مش احنا بتوع مظاهرات، قال لا احنا بنقول المجمع الازهر بعد احتلال العراق قال الجهاد فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم، على كل مسلم حتى يحرر العراق. والفتوى دي موجودة من ايام حرب 67 و 73. وعندي طالما ان ارض الجولان والسيناء والضفة ما يبقى ما تحررتش يبقى الجهاد فرض عين. وفي فتوى قبليه على فلسطين 48 محدش يجرؤ يسقطها، ان احتلال فلسطين. طب لما احنا والله تطبيق هذه الفتوى معناها ان نعمل تطبيق هذه الفتوى، تطبيق هذه الفتوى، تطبيق هذه الفتوى، ان نحمل السلاح وان نفك الحصار عن غزة بالقوة، وان نقوم بعمليات نحن على الاسرائيليين من الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة. الجهاد هو الحل.